بفئات سنية مختلفة تنافست على مدى أيام في البطولة الوطنية الفردية للشطرنج الكلاسيكي على مستوى فئتي الكبار وفئتي ما دون 18 عاما. البطولة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للشطرنج بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، وبالتعاون أيضا مع اللجنة الوطنية الأولمبية، تهدف إلى تكوين جيل ينافس على المستوى المحلي والدولي. يسعدني وجودكم معنا اليوم في حفل اختتام البطولة الوطنية للشطرنج التي تنافس فيها 10 لاعبين يلعبون بطريقة الكل ضد الكل. تقوم الاتحادية الموريتانية للشطرنج بالتعاون مع الوزارة الوطنية واللجنة الأولمبية بجهود مضاعفة لتكوين جيل من الشباب قادر على المنافسة في المحافل المحلية والدولية. وفي هذا الإطار فقد تم تنظيم بطولة خاصة بالناشئين أقل من 18 سنة. شرفتنا الرابطة الجوية لتيرس الزمور بمشاركة قوية في هذه البطولة حصل على إثرها لاعبوها على نتائج جيدة. بطولة برهنت على قدرة الشباب فكريا بعد التنافس في ظروف ملائمة، كما أبرزت لاعبين الشباب أبانوا عن مستوى واعد. إن قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان يعمل لتمكين هؤلاء الشباب من المشاركة في الأهداف التنموية عبر رفع مستواهم الرياضي والثقافي والتوعوي، ليكونوا قادرين على رفع التحديات والمساهمة في بناء الوطن ورفع العلم الوطني في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، وكذلك دعم ومواكبة مشاركات المنتخبات الوطنية على جميع الأصعدة. منافسات محلية في البطولة تعتبر بوابة لتنظيم البطولات محليا وربما دوليا في آجال قريبة. أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الموريتانية أشكر القائمين على هذه التظاهرة التي برهنت قدرة الاتحاديات الموريتانية أمثال الاتحادية الموريتانية للشطرنج على تنظيم هذه التظاهرة الناجحة على المستوى الوطني، ولماذا على المستوى الدولي. وعلى هذا الأساس أهنئكم كل التهاني، وأؤكد لكم كذلك مسايرة الاتحادية اللجنة الوطنية الأولمبية لكل الأنشطة التي من شأنها أن ترفع التحدي، خصوصا فيما يتعلق بمواكبة الرياضة الوطنية والوصول بها إلى الهدف المنشود. أيام من التنافس أسفرت عن فوز اللاعب الصاعد الشاب عبد الله خالد في البطولة الوطنية بشكل عام، وحل همام إبراهيم ثانيا وعبد الله أحمد عالم ثالثا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه البطولة كانت بتشينا، كان فيها التنافس ولعبنا 9 جولات الكل ضد الكل، وراني شاكر مدربي الحسن على المجهود اللي قدمه لي، وشاكر الاتحادية الموريتانية للشطرنج، وننصح الشباب عن يقبلوا الشطرنج. وعلى مستوى فئة أقل من 18 عاما حصد أحمد عبد الله الحاج المركز الأول، وعبد الرحمن الطلبة ثانيا، والحافظ سيد أحمد ثالثا. كما شهدت البطولة حضورا متميزا لأبناء ولاية تونس في فئتي الشباب والناشئين والصغار. الحمد لله اكتشفنا مجموعة من المواهب جيدة، عندنا تلاميذ جيدين، وذلك تقدروا لاحظتوا من خلال هذه البطولة الوطنية للأشبال أنهم متصدرين الحمد لله في هذه البطولة. وعلى مستوى أقل من 10 سنوات حصد محمد همام المركز الأول، كما تم تكريم المشاركات من الإناث تشجيعا لهن على المشاركة مستقبلا. تنافس شرس إذن ينبئ بمستقبل واعد في لعبة باتت تحظى مؤخرا بإقبال كبير عبر البطولة الوطنية والبطولات الشهرية، التي باتت مرآة تعكس أسماء أثبتت قدرتها على العطاء حتى خارجيا.